الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا جايبين لكم النهارده 20 فضيلة عن قراءة سورة الكهف، لكن طبعا احنا اخترنا 4 فضائل بس هنتكلم عنهم، فتعالوا في عجالة سريعة نشوف ايه هما ال4 فضائل دول. رقم 1، ربنا بينور لك حياتك وبينور لك طريقك ده. فإن سورة الكهف يا جماعة هي سبب إن حياتك كلها تبقى مليانة نور بفضل الله سبحانه وتعالى. الدليل صلى على حبيبك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة ضاء له نورا ما بين الجمعتين. فسبحان الله، يعني ربنا يبارك فيك حبيب قلبي، ربنا بينور لك طريقك ما بين الجمعة للجمعة وبينور لك حياتك. فأنت طول ما أنت ما بتقرأ سورة الكهف كل يوم جمعة فانت حياتك كلها في نور بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 2، وهي العصمة من فتنة المسيح الدجال. في كل صلاة احنا بنصليها دايما في بعد التشهد الأخير بنقول: اللهم قنا فتنة المسيح الدجال. وطبعا هي من أعظم الفتن، ولكن سورة الكهف هي سبب من الأسباب العصمة من فتنة المسيح الدجال. وإيه الدليل؟ صلى على حبيبك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الدجال. الله أكبر. فأنت ب10 آيات تحفظهم من سورة الكهف هتعصم من فتنة المسيح الدجال بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 3، هتفوز بأجر قراءة القرآن. وكنا اتكلمنا في الفيديو اللي قبل ده إن احنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله كتب له به حسنة والحسنة ب10 أمثالها إلى نهاية الحديث. فتتخيل حبيب قلبي إن أنت بتقرأ سورة الكهف الحرف الواحد بس ب10 حسنات. فتخيل سورة الكهف كلها ممكن تجيب لك كم حسنة؟ طبعا آلاف الحسنات، والله يضاعف لمن يشاء. فانت يعني سبحان الله ما تضيعش آلاف الحسنات من ايدك بقراءة سورة الكهف فقط. يعني آلاف الحسنات، اغتنم من الفرصة دي حبيب قلبي واقرأ سورة الكهف يوم الجمعة. ونختم على طول برابع فضيلة لقراءة سورة الكهف، وهي الفوز بشفاعة القرآن. القرآن يوم القيامة هيشفع لك. تخيل ان انت يوم القيامة في الأهوال والصراط والدنيا كلها مرعوبة وواقفة مخضوضة والقرآن هو هيكون شفيعك يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم صلى عليه: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إن شاء الله القرآن يوم القيامة هيشفع لك بإذن الله بفضل قراءة سورة الكهف كل جمعة، وبفضل بعد كده إن أنت هتكون بتقرأ القرآن على طول بإذن الله.